السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ دوجي النجار. والنهاردة هنعمل فواكه المذبح. كل سنة وانتم طيبين عشان عيد الأضحى المبارك. يعيدوا عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بخير والبركات يا رب. هنبدأ أول حاجة هنعملها مع بعض اللسان. طبعا أنا جايبة اللسان وزنه زي ما بيطلع، بس بغسله كويس جدا، بنقعه في شوية خل مع ليمون مع معلقة دقيق، وبعد كده اشطفه واسيبه يتصفى خالص. ابدا بقى اجيب حله على النار. الحلة طبعا بحط فيها مية. اول ما بتغلي المية ببدأ بقى اجيب معانا التوابل بتاعتنا: حبهان، مستكة، ورق لوري، كوبيباسيني، ملح وفلفل اسود. طبعا وهي كده المية بتغلي ببدأ اجيب اللسان. او ممكن كمان بتحطي معاها، لو عايز تحطي طماطمية وجزرية حطي، مش عايزة مفيش اي مشكلة. تعملي شوربة عادية خالص زي شوربة اللحمة، مش لازم تحطي الحاجات دي. طبعا هي بتغلي كده كويس جدا مع التوابل، بنزل باللسان بتاعنا الجميل دوت، وبتعامل معاه سلق عادي زي ما بنسلق اللحمة. يعني هي زي ما تسلق اللحمة عادي. أول ما بيبدأ يغلي كام غلوة بتغطيه وسيبيه بقى يستوى كده على مهله خالص لحد ما بتحاولي بقى تشوفيه تلاقيه ان هو استوى. بتبدأي بقى تطلعيه يبرد، أو طبعا ما بتطلعيه يبرد بنعمل بنبدأ نقشره في قشرة خارجية كده. بصوا حبايبي، بتبدأي بحرف السكينة كده تطلعيها، سهلة قوي قوي. بتطلعي الغلاف دوت خالص اهو، شايفين سهلة قوي. هي قشرة كده دي اللي متغلف بيها اللسان. بفضل بقى انضفها كلها كويس جدا لحد ما اشيلها كلها خالص. طبعا ان شاء الله تعجبكم الوصفة. عايزة يلا لايك بسرعة، لايك وشير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كده نضفناها خالص. هبدأ بقى اقطعه طرنشات. عايزة تقطعها طرنشات تقطعها صوابع، مفيش اي مشكلة. طبعا ممكن تاكليه مسلوق كده، ممكن تعمليه في سندوتشات عيش فينو بملح وفلفل كده بس، وممكن تشوحيه بحتة سمنة بلدي على النار كده. وتحشيه برضه سندوتشات، بيبقى في منتهى الجمال. طبعا ان شاء الله انا عجبتكم الوصفة. متنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد في مطبخ جود النجار. وان شاء الله هنزل معاكم تتوالى الوصفات بتاعة عيد الاضحى ان شاء الله، وصفاتنا جديدة، واشوفكم على خير.